أهلا وسهلا بكم يا أهلوية في حلقة جديدة على قناتكم. في فيديو اليوم جايب لكم خبر من العيار الثقيل عن النادي الأهلي. نعم، كما قرأتم في العنوان، الأهلي رسميا أعلن تعاقده مع المدرب البلجيكي توماس بيرغ حتى 2027 ليخلف المدرب الإسباني خوسيه ريفييرو بعد إقالته. خلاص، الأمور حسمت، وتعاقد الأهلي مع توماس بيرغ أصبح واقعا. في الفيديو ده هنتكلم عن كل التفاصيل المتعلقة بهذا التعاقد الكبير، من الأسباب وراء اختيار توماس بيرغ إلى تاريخ المدرب نفسه، والتغييرات اللي هتحدث في الجهاز الفني، وطبعا التحديات اللي قد تواجهه مع الفريق. فخليكم معنا لآخر الفيديو. الخبر الأهم اللي سيطر على الصحف والمواقع الرياضية في الأيام الأخيرة هو تعاقد النادي الأهلي مع المدرب البلجيكي توماس بيرغ حتى عام 2027. التعاقد الرسمي جاء بعد فترة من الغموض والتكهنات حول هوية المدرب القادم للمارد الأحمر بعد الإقالة المفاجئة للمدرب الإسباني خوسيه ريفييرو، اللي تمت بعد الخسارة أمام بيراميدز في الدوري في 30 من أغسطس الماضي. إدارة النادي الأهلي قامت بخطوات سريعة للبحث عن البديل، خاصة في ظل الاستقرار الفني اللي كان مفقود في الفترة الأخيرة. تفاوض الأهلي مع أكثر من مدرب خلال الأيام الأخيرة، مثل البرتغالي برونو لاغ والمصري كارلوس كيروش، لكن في النهاية استقروا على توماس بيرغ بسبب خبراته الكبيرة في الدوري الدنماركي، بالإضافة إلى النجاحات التي حققها مع الفرق التي دربها. التعاقد مع توماس بيرغ جرى على أساس عقد يمتد حتى 2027، وهو ما يوضح نية إدارة الأهلي في منح المدرب وقتا طويلا لإعادة الفريق إلى الطريق الصحيح وبناء فريق قوي قادر على المنافسة محليا وأفريقيا. قيمة العقد شهريا تقدر بحوالي 220 ألف دولار، وهي قيمة كبيرة تعكس أهمية المدرب وما يحمله من خبرات قد تكون مفيدة للنادي في هذه الفترة. وتأكيدا على الدعم الكامل من إدارة الأهلي للمدرب الجديد، تم الاتفاق على بعض التعديلات في الجهاز الفني. عماد النحاس المدير الفني المؤقت سيظل في الفريق، ولكنه سيقود الأهلي في مباراة القمة القادمة. كذلك سيتم الاستغناء عن بعض أعضاء الجهاز الفني الحالي، مثل محمد نجيب المدرب المساعد وأمير عبد الحميد مدرب حراس المرمى. لكن في خطوة مميزة، توماس بيرغ وافق على الإبقاء على عادل مصطفى كمدرب عام ووليد صلاح الدين في منصب مدير الكرة، مما يضمن نوعا من الاستمرارية داخل الجهاز الفني، خاصة أن هؤلاء لهم تاريخ طويل مع النادي وهم جزء من فلسفة الأهلي. المدرب توماس بيرغ هو واحد من الأسماء المميزة في الساحة التدريبية الأوروبية، رغم أنه قد يكون غير معروف بشكل واسع لدى جماهير الأهلي. ولد توماس بيرغ في 15 من أكتوبر عام 1974 في الدنمارك، وبدأ مسيرته كلاعب في نادي هافرسليف IF، ثم انتقل إلى أندية أكبر مثل أرس IK وألبورغ، وفي النهاية وجد نفسه في نادي ميتلاند، حيث لعب لفترة طويلة قبل أن يعتزل في 2004. بعد اعتزاله قرر توماس بيرغ الدخول في مجال التدريب، وبدأ كمساعد مدرب في نادي ميتلاند قبل أن يصبح المدرب الرئيسي. ورغم فشله في فترته الأولى مع ميتلاند عام 2009، إلا أن توماس بيرغ تمكن من إعادة بناء مسيرته التدريبية مع فرق أخرى مثل هورينغ وفريدريشيا، قبل أن يعود مجددا إلى ميتلاند في 2023 ويحقق نجاحات كبيرة هناك، بما في ذلك الفوز بلقب الدوري الدنماركي موسم 2023 إلى 2024. توماس بيرغ مدرب مميز ويملك فلسفة تدريبية تعتمد على الانضباط والتنظيم التكتيكي، بالإضافة إلى تطوير اللاعب. الآن يأتي الجزء الأصعب. توماس بيرغ سيواجه تحديات ضخمة مع النادي الأهلي، حيث أن الفريق يمر بمرحلة صعبة على مستوى النتائج في الدوري المصري، وخصوصا بعد الخسارة أمام بيراميدز. الأهلي رغم تاريخه الكبير في البطولات المحلية والأفريقية يواجه مشكلة في الحفاظ على استقرار النتائج، وهذا ما سيكون على توماس بيرغ معالجته. في ظل هذه الضغوط، الأهلي بحاجة إلى مدرب قادر على إعادة الفريق للانتصارات وتحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم، ومن المؤكد أن جماهير الأهلي ستنتظر منه الكثير في المباراة القادمة، سواء في القمة المحلية أو في البطولات الأخرى. لكن لا ننسى أن توماس بيرغ جلب معه طاقما تدريبيا أجنبيا مميزا، يشمل مدربا عام ومدرب حراس مرمى ومحلل أداء ومدرب أحمال، وهذه العناصر كلها ستدعم الفريق في تحسين أدائه البدني والتكتيكي. الأهلي دائما هو فريق البطولات، والأنظار كلها الآن تتوجه إلى هذا الموسم، حيث يأمل الجميع أن يكون توماس بيرغ هو المفتاح لعودة النادي الأحمر إلى القمة على كل الأصعدة. مع كل هذه التعديلات التي حدثت في الجهاز الفني، فالجميع متحمس لما سيقدمه المدرب البلجيكي الجديد. هل يستطيع توماس بيرغ تحقيق الانتصارات والعودة بالفريق إلى منصات التتويج؟
وهل سيكون قادراً على الفوز بالبطولات المحلية والأفريقية في الموسم المقبل؟ هذه الأسئلة كلها ننتظر الإجابة عليها في الأيام المقبلة. وفي النهاية، نكون قد استعرضنا مع بعض كل تفاصيل تعاقد النادي الأهلي مع المدرب توماس بيرغ. نعتقد أن المرحلة القادمة ستكون مليئة بالتحديات، ولكنها أيضاً فرصة كبيرة للأهلي للعودة للبطولات. متأكدين أنكم جميعاً متشوقين لمتابعة بداية توماس بيرغ مع الفريق. أهلاوية، شاركونا آراءكم في التعليقات. هل تعتقدون أن توماس بيرغ هو المدرب اللي حيقدر يعيد الأهلي إلى منصات التتويج؟ وهل تعتقدون أن التغييرات اللي حصلت في الجهاز الفني حتكون نقطة تحول للفريق؟ لو عجبكم الفيديو، لا تنسوا تدعمونا بلايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شكراً لكم، وأشوفكم في الفيديو القادم.